أهلا بيكم متابعين الكرام في قصة وحكاية جديدة. قصص واقعية أبطالها رجال ونساء فتحولنا قلوبهم وحكولنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم عشان تعم العبرة والعظة. لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عندكم قصة أو مشكلة وعايزين تشاركوها معايا ما عليكم إلا التواصل على الفيسبوك الخاص بالقناة، وهسيبه لكم في وصف القناة. حكاية النهاردة صاحبتها بعتتها لنا وبتقول: أنا اسمي منى والنهاردة جيت علشان أحكي لكم حكايتي، بس قبل ما أبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بنت وحيدة لماما وبابا، دلعتهم ودلعت العيلة، خصوصا إن أنا كنت أول حفيدة علشان بابا هو الكبير عند أبوه وأمه، وماما كمان هي الكبيرة عند باباها ومامتها، فكنت الحفيدة الأولى في عيلة أبويا وأمي. المهم كبرت وكنت متدلعة، كله بيحبني، برغم اني بعد كده اعمامي واخوالي كلهم اتجوزوا وكلهم خلفوا عيال، بس انا كان عندي حب خاص من طرف جدودي. المهم كبرت وكنت شاطرة جدا في الدراسة، ولما كنت في الكلية اتعرفت على زميل ليا. المهم حبينا بعض، وبصراحة كنا متفقين ان احنا بعد ما نتخرج هنتخطب، وبعد كده لما نلاقي شغل نشتغل ونظبط نفسنا ونتجوز. هو صحيح ان اهلي الحمد لله يعني ميسورين نوعا ما، وهو برضو اهله يعني الحمد لله ميسورين جدا، بس احنا كنا عايزين نعمل كل حاجة مع بعض، عايزين نبني حياتنا طوبة طوبة علشان نحس بقيمتها. المهم حبينا بعض، وبصراحة بعد ما قعدنا تقريبا سنة على علاقتنا أنا هنا بدأت أحس بتأنيب ضمير، وقلت هنفضل كده على علاقة ببعض من ورا أهلي لغاية إمتى؟ لغاية ما نتخرج؟ لأ، طب ليه كده؟ مخليه يجي ويخطبني وأبقى قدام أهلي، على الأقل أبقى مطمنة وفرحانة ومرتاحة ومش خايفة حد يشوفني. فعلا كلمته في الموضوع ده ورحب بالفكرة، وفعلا جه وتقدم لي. المهم أهلي الحمد لله ارتاحوله، والعيلتين ارتاحوا مع بعض وكانوا متوافقين جدا، ومفيش أي مشاكل في أي اتفاق، كنا متفقين في كل حاجة. عموما هما كانوا سايبين لنا الحرية الاختيار في كل ما يخص حياتنا، ما تدخلوش لحماتي ولا أمي. اتخطبنا وكملنا الدراسة والحمد لله اتخرجنا، بس على فكرة هو اتخرج قبلي بسنة علشان هو كده كده أكبر مني بسنة. المهم هو اتخرج وأنا كملت آخر سنة واتخرجت أنا كمان. وهنا اتفقنا بعد ما كان هو خلاص اشتغل وأنا ساعتها كنت لسه ما اشتغلتش. قال لي ايه رأيك ان احنا نتجوز ونعمل الفرح وتعالي وعيشي معايا في شقتك، وبعد كده يا ستي على الأقل يعني نعدي أيام العسل اللي هم شهر شهرين 3 شهور 5 شهور زي ما يكونوا، وبعد كده يا ستي لو عايزة تنزلي تشتغلي أنا بنفسي هدورلك على شغل وهشوفلك الشركة اللي أنا شغال فيها. المهم إن أنا مش همنعك، مش بعد السنين كلها دي اللي انتي درستيها وتعذبتي هسيبك قاعدة في البيت من غير شغل، إلا لو انتي عايزة وبمزاجك يعني. وقلت له خلاص تمام، برغم ان بابا وماما كانوا في الاول ما كانوش موافقين وبيقولوا لي لا يا حبيبتي، وبعد السنين دي كلها واحنا ما صدقنا ان انت تتخرجي، احنا عايزينك تشتغلي لنفسك مش لحد، عايزينك تحصدي اللي زرعتيه. اصل انت بقالك شوفي كام سنة بتصحي بدري ودروس وروحي وتعالي وسهر وامتحانات، في الاخر لما تتخرجي وتبقى خطوة على الحلم خلاص تقعدي في البيت. وقلت لهم يا ماما يا بابا مش هقعد في البيت، انا وهو متفقين. وعلى فكرة بقى لو يا بابا لو انت عايز نكتب في العقد شرط ان انا اشتغل وما يوقفنيش وما يمنعنيش من الشغل ما عندوش مانع ونكتبه عادي. بابا قال لي لا انا مش هكتب شروط في العقد كده، انتي وجوزك بينكم وما بين بعض تفاهم، حلوها انتوا مع بعض. قلت لهم خلاص ولا يهمكم. وفعلا كتبنا الكتاب وعملنا ليلة العمر، وكنت أسعد واحدة في الدنيا. وليه ما كنش أسعد واحدة وأنا خدت اللي أنا بحبه؟ أهله كانوا ناس كويسين جدا، حماتي
كانت بتعتبرني زي بنتها. المهم ماما وبابا كان صعبان عليهم الوضع قوي، علشان انا كنت بنتهم الوحيدة، فهسيب البيت فاضي. يعني برغم ان انا هعيش في نفس المحافظة، بس برضو البنت لما تروح تتجوز بيبقى فراغ كبير في البيت، في بيت اهلها. المهم عيطت وزعلت، بس هعمل ايه؟ دي سنة الحياة. المهم روحنا على شقتنا، واللقطة الحاسمة اللي هي ليلة الدخلة. وهنا اتفاجئت بحاجة ما كانتش في خيالي بالمرة. أنا واحدة متعلمة وبعرف حاجات كتير، بس موضوع الرجالة ده بالذات يعني، وإيه نوع العلاقة ما بين الراجل والست، أو المفروض إن الراجل يبقى عنده مثلا حجم كذا أو حجم كذا، الحاجات دي أنا مليش فيها خالص ومعرفهاش. بس لما شفت جوزي وشفت الحجم الخيالي اللي عنده، كانت حاجة فوق الخيال، حاجة صعبة أوي. أول ما شفتها اتخضيت وقلت له هو أنت هتعمل إيه؟ قال لي يعني إيه هعمل إيه؟ هو أنت شفتي حاجة تخض؟ طبعا أنا كنت مكسوفة. أصل هقول له إيه؟ هقول له أنا شايفة المنظر ده، يعني شايفة الحجم الكبير أوي ده. طب هقول له إيه؟ أصل كان يا جماعة حجم خيالي جدا فوق ما تتصوروا. طبعا انا اتخضيت وما سبتوش يقرب مني، وقلت له ابعد عني، وقعدت اعيط. طبعا هو ما كانش عاجز، نزل يجري عند حماتي وقالت له يا حبيبي مالك؟ على فكرة انا شقتي كانت فوق شقة حماتي. قال لها يا ماما انا معرفتش اعمل حاجة وهي خافت ومش عارف ايه. قالت له لا يا حبيبي، لازم تاخدها بالراحة وبالطيبة، الحاجات دي مش بتيجي بالعافية. وخليك انت وانا هروح اجيب لك حاجات تساعد. بص نام انت دلوقتي وانا هجيب لك حاجات تساعد الصبح. فعلا نمنا في اليوم ده، وتاني يوم الصبح جابت له برشام وجابت له شوية حاجات كده وملينات وكده يعني، فاديني برشامتين وخدتهم ووكلت امر ربنا. المهم حصلت الدخلة، بس للأسف معرفش يتصرف، معرفش يتعامل معايا بالمرة. فكان فاكر ان الحجم ده كله لازم كله، يعني انتوا فاهمين قصدي. للأسف انا اصلا كان عندي نوع اللي هو لازم تدخل دكتور، فهو جه عليا جامد. فما اقولكمش على النزيف اللي حصل لي وعلى كمية الدم اللي بدأت تنزل. طبعا هو اول ما شاف المنظر ده اتخض ونزل يجري عند حماتي اللي طلعت تجري، خدوني يجروا بيا على المستشفى. الدكتورة اول ما شافتني قالت لي يا بنتي ايه اللي عمل فيكي كده؟ هو حد اغتصبك ولا ايه؟ اصل اللي حصل فيكي ده مستحيل عاقل. فقلت لها لا ده جوزي، دليل دخلتي. قالت لي دخلتك؟ هو في راجل يعمل كده؟ هو في حد يعمل كده يا ناس؟ المهم راحت مكلمة الدكتور الكبير هناك، وكان الدكتور يعني رئيس الدكاترة في المستشفى. طبعا أول ما سمع بالحالة قام جاي جري، دخل عندي فحصني، وقام بصلي وقال لي الموضوع صعب قوي، الموضوع صعب، يعني حصل لك تهتكات وحصل لك حاجات كتير. انا مش هكذب عليكي، بس انا لازم اشوف جوزك ضروري. جوزك فين دلوقتي؟ قلت له جوزي اكيد بره. المهم طلعت الممرضة وندهت لجوزي، قام داخل عند الدكتور، وقام الدكتور قعد معاه في المكتب وبصله وقال له يا ابن الناس، الموضوع واحد اتنين تلاتة، اللي انا شايفه ده دي حاجة صعبة قوي، فانا لازم اكشف عليك، لازم اعرف ايه السبب. طبعا جوزي قاعد يقول له تكشف عليا ليه؟ هو انا يعني مش راجل؟ هو انا يعني مش عارف ايه؟ قال له يا ابني اهدى بس، مراتك دي زي بنتي، انا شايف ان هي عندها حالة صعبة وكان ممكن لا قدر الله تموت، فاحمد ربنا ان احنا لحقناها واتلحقت الحمد لله. فدلوقتي اتفضل معايا علشان اكشف عليك وعلشان نشوف حل للموضوع ده. طبعا اتكسف جدا وراح مع الدكتور اللي كشف عليه. طبعا بعد ما كشف عليه لقى عنده الحجم خيالي، فالدكتور ساعتها فهم وقال له ان انت عندك تجارب قبل كده، قبل الجواز علاقة مع ستات او كده؟ قال له لا طبعا. قال له علشان كده، عشان كده انت اتمديت، انت اتعاملت بعشم، انت كنت فاكر ان الحجم ده لازم يبقى في الجسم ده كله وخلاص. لا يا ابني ده غلط جدا، انت عندك حجم اكبر من الخيال، عندك اكبر من المعتاد بكتير. فانت المفروض ان في مساحة معينة هي اللي بتتعامل بيها، مش تتعامل بكله. زائد ان مراتك دلوقتي
حالتها الصحية لا تسمح ان انت تقرب لها، لازم على الاقل شهر على ما تتعافى وتتشافى وتجيلي اشوفها، وبعد كده انا هحدد هل يمكن ان انت تقرب لمراتك ولا لا. طبعا امي وابويا جم، مش عارفة مين اللي اتصل بيهم. امي كانت بتعيط وبتقولي يا بنتي يا حبيبتي يا قلبي، انا كنت هخسرك، بلاها الجوازة دي خالص ويلا معايا على البيت وبلاش تروحي البيت جوزك ده تاني. ماما كانت منفعلة جدا وكانت مصممة ان هي تاخدني معاها البيت، وانا عمالة اسكت فيها وبقول لها يا ماما يا ماما خلاص يا ماما بلاش فضايح، انتي عايزاني ارجع معاكي يوم الصباحية الناس تقول عليا ايه؟ الناس هيقولوا عليا رجعت يوم صباحيتها. قالت لي الناس يقولوا اللي يقولوه، انا ماليش دعوة بالناس، انا ليا دعوة ببنتي، مش عايزة اخسرها. المهم قعدت اهدي فيها وهي وبابا، قلت لهم خلاص ولا يهمكم، انا دلوقتي الحمد لله كويسة، انا دلوقتي هروح على شقتي وكده كده يا ماما خلاص، ما تخافيش مش هيحصل حاجة غير لما ابقى كويسة وابقى كمان مستعدة. المهم امي طبعا بالعافية وهي راكبة دماغها، وما قالكمش عملنا المستحيل علشان توافق ان انا اروح بيتي وارجع على شقتي. طبعا رحت على شقتي وشقة جوزي، وبدأ يتعامل معايا، هو اصلا بيعاملني حلو، يعني بصراحة بدأ يعتذر مني وقال لي ان هو اسف وانا ما عنديش خبرة في الكلام ده، وانت عارفاني من يوم ما عرفتيني وانا عمري ما كنت بعرف بنات، وانتي اول واحدة في حياتي وما كنتش اعرف ان الموضوع كده. انا كنت عارف ان انا عندي حجم كبير بس ما كنتش اعرف ان هو ممكن يوصلنا لكده. فدلوقتي عايزك بس ان انتي تنسي الليلة اللي فاتت المشؤومة دي، وان شاء الله لما تتعافي وتبقي كويسة نبدأ حياتنا من اول وجديد، كأننا لسه متجوزين، كأننا لسه هنعمل ليلة الدخلة من اول وجديد. طبعا انا كنت بقوله ان شاء الله خلاص ماشي، علشان كنت مطمنة انه قدامي شهر، يعني مفيش حاجة قبل الشهر هتحصل. المهم فضلنا عايشين الشهر ده، بصراحة أنا كنت يعني بقيت الحمد لله بعرف أتحرك، وبقى يخرجني وما كانش بيسيبني أطبخ خالص، كان بيجيب لي أكل من بره وكان بيجيب لي هدايا. حماتي كمان كانت بتعاملني حلو قوي، عمرها ما طلبت مني إن أنا أنزل أخدمها، أنا كنت من نفسي بعمل حاجة وأنزل لها آخر النهار. تقول لي يا بنتي معذبة نفسك ليه؟ أنا لسه الحمد لله بصحتي ولسه بعرف أخدم نفسي، ولما هبقى أحتاجلك تساعديني في حاجة هبقى أقولك. أنا مش من نوع الحموات اللي هما لازم مرات ابنها تخدمني وكده، أنا ما عنديش الكلام ده خالص. يا حبيبتي انت اتجوزتي علشان تعيشي في مملكتك وفي شقتك انت وجوزك، تتغدوا مع بعض وتتعشوا مع بعض وتحاولوا تتعرفوا على بعض اكتر وتتفاهموا مع بعض اكتر. انزلي وقت ما انت عايزة يا قلبي، بس تنزلي تقعدي معايا، مش تنزلي عشان تخدميني. بصراحة الحمد لله ربنا رزقني بحما زي العسل، عايشة معاهم مدللة بصراحة يعني، لا حماتي ولا حماية بيعاملوني زي بنتهم بالظبط، هما اصلا ما عندهمش غير ولد وحيد وهو جوزي هو الوحيد، وعندهم بنتين والبنتين متجوزين، اصل انا جوزي هو اصغر واحد، والبنتين الاتنين متجوزين وعايشين برا في دولة اوروبية، فانا بالنسبة لهم زي بنتهم. فكان حماية لدرجة ان هو يكون جاي من الماركت يجيب لي شوكولاتة، يعني انا مرتاحة جدا 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 معاهم وحتى مع جوزي. بس للأسف لما عدى الشهر ولما وصلنا للجد وخلاص نرجع للحياة الزوجية الطبيعية، هنا تبدأ المشاكل. علشان انا اول ما جوزي حاول ان هو يقرب مني افتكرت كل اللي حصل، وافتكرت كمية الدم اللي نزلت في البداية، وافتكرت الألم اللي حسيته، وافتكرت الفضيحة ان انا رايحة اجري على المستشفى اتخيط، وافتكرت كل حاجة. طبعا بدأ يجيلي تشنجات وبدأت أخاف وبدأت أعيط، وما سبتوش يقرب لي ولا يلمسني، رغم ان الدكتور ساعتها أكد ان انا حالتي الصحية بقت تسمح، بس للأسف حالتي النفسية ما كانتش بتسمح بالمرة. طبعا جوزي عدالي أول ليلة وتاني ليلة، بعد كده بدأ يتعصب وبدأ يخاصمني ويقولي ان انا متجوز ليه وانا هفضل كده طول عمري. يا ستي ما خلاص انسي اللي فات، واللي فات ده كان غلطة وخلاص، وانا ما كنتش عارف وما كنتش قصدي، ودلوقتي انا هتعامل معاكي حلو ومش هأذيكي.
ويا ستي لو اتوجعتي ولا اي حاجة هسيبك. المهم حاول معايا بشتى الطرق، بس انا ما كنتش قادرة وما كنتش مستحملة بصراحة. طبعا حاول ان هو يجيب لي مهدئات، وحاول ان هو يجيب لي ملينات وكل الحاجات دي، كل حاجة جابها ما جابتش فايدة. هنا حماتي طلعت عندي وقعدت معايا وقالت لي يا بنتي، يا بنتي ما ينفعش كده، اللي بيحصل اللي فات ده انسيه خلاص، واللي حصل حصل، واعتبري نفسك كأنك اول يوم. لو ساعتها اتوجعتي ولا عملتي حاجة ماشي، بس دلوقتي خلاص يا بنتي اهدي. انا قعدت اعيط وقلت لها انا مش قادرة، انا مش قادرة ان انا كل ما يجي يقرب مني بفتكر اللي حصل لي وبيجيلي تشنجات ومش قادرة. المهم طبعا حماتي اتكلمت مع جوزي وقالت له لازم توديها لدكتور نفساني وكده، ويعني تتكلم معاه او دكتور نسا. المهم اعمل حاجة. فعلا خدني عند دكتور نفسية وقعدت معاه وحكيت لها وبدأت تديني علاجات، ولغاية دلوقتي انا لسه مستمرة معاها. الحمد لله نوعا ما بدأت اتحسن، بس نفسيا اتحسنت، بس لما نيجي للواقع ونيجي لجوزي يقرب مني بخاف وبترعب. امي لما عرفت الموضوع والمشاكل بدأت تكتر مع جوزي، امي بقت تقولي يا بنتي خلاص اتطلقي وتعالي، انا موافقة وقابلة ان انتي تتطلقي وتجيلي يا حبيبتي، انا عندي تتطلقي وتيجي تعيشي وسطينا وتعيشي في حضني احسن ما تجيلي في يوم حصل فيكي حاجة ولا حاجة. وانا ما عنديش مانع الناس تتكلم، يا ست اتطلقي وما عنديش مانع، بس انا بحب جوزي وعارفة ان هو بيحبني ومرتاحة مع حماتي، يعني الحياة عاملة زي الفل. بس الموضوع ده بالذات هو اللي مؤثر على حياتي، فانا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي، اخلي نفسي كده يعني، وازاي اطلع من الحالة دي، وازاي اتعامل مع جوزي عادي. واتمنى ان انتوا تعتبروني اختكم، واتمنى ان انتوا ما تبخلوش عليا برأيكم ونصايحكم، واتمنى انكم تاخدوا العبرة من قصتي. يمكن شباب كتير ما يبقاش عندهم علاقات قبل الجواز، ممكن، وده يعني حاجة حلوة، يعني احنا مش بنشجع على الحرام. الحاجة دي حاجة كويسة ان انت ما تعملش حاجة في الحرام وتبقى في الحلال، بس لازم تبقى عندك ثقافة وتبقى عارف تعمل ايه، وتبقى عارف الحجم عندك ايه، وتبقى عارف تتصرف مع مراتك ازاي، علشان ما يحصلش اللي حصل معايا انا في قصتي وفي مشكلتي دي. ودي كانت قصة النهاردة متابعيني الكرام، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.